يسعد لي أوقاتكم حبيباتي من وين ما كنتوا عم تتابعوني. أهلا وسهلا فيكم وفي كل صبية فاتت على القناة جديد. اليوم بإذن الله تعالى بدأنا بتعزيلات العيد، وأول ما بدأت أنا ببلش بغرف النوم، فكنت حرفيا مخلصة غرفة الأولاد وغرفة بنتي، واليوم قررت إن شاء الله تعالى أساوي غرفة النوم تبعيتي. فيديو اليوم شوي طويل، حبيت شارككم بعض التفاصيل أثناء تعزيلاتي وترتيبات التعزيل مثل ما بقولوا. فخليت الدافع هو يعني إنه هيك فيديوهات زي تحفيز عند بعض الصبايا إنه يتشجعوا ويقوموا ويشتغلوا ويقوموا يعزلوا. طبعا أنا من أحد الصبايا اللي مثل ما عم بحكي لكم إنه مجرد ما أشوف فيديوهات تنظيف وتعزيل وترتيب فبصير في عندي دافع كتير قوي إنه يلا لو كان ما عندي كتير شغل فإنه يلا كمان أنا بقوم وبساوي وبعمل، بصير في عنا همة مثل ما بقولوا. فحبيت أشارككم التفاصيل تقريبا دقيقة خلال جولتي بغرفة النوم. أول ما بلش بأغراض التخت كلهم فكيتهم وحطيتهم على الغسيل، وبعيف أنا دائما يعني بفك التخت وبعيفه لنهاية التعزيل كلها، الغرفة كلها، حتى أرجع رتبه وظبطه. بهالفترة هاي قديش بيصير في كسر غسيل، يعني قد ما واحد سبحان الله كان أول بأول بغسل فترة التعزيل، فبيصير في عندك هو وجاه الشلفات تبعوت التخت، المخدات، البرادي، كمان سبحان الله انه جايين على صيف، الحرامات كلها كمان بلشنا نغسلها. فحرفيا أزمة غسيل هالفترة، وسبحان الله الجو عنا باسطنبول ما عاد يركز أبدا، فالشتاء السنة مو ناوي يغادر عنا بنوب. فسبحان الله عم بيصير في عنا يعني انه هم غسيل كتير وهم الجو ما عم بيساعد لانه ينشف الغسيل بسرعة. مثل ما شفتوا أول ما ببلش بنزل البرادي وبحطهم بالغسالة، فلبين ما خلص تعزيل الغرفة تكون البرادي خلصت وعلقهم مع انتهاء تعزيل الغرفة، يعني ما بلتكى عليهم. أكيد هلأ الصبايا كلياتنا عم نمر بفترة ضغط شغل وتعب وإرهاق ونزلات أسواق، وسبحان الله هاي البهجات مثل ما بقولوا الشي اللي عم نمر فيه سابقا كنا أطفال ما كنا نشعر فيه. فحرفيا قبل العيد نشعر فيه إنه عيد يعني للفرح وللطلعات وللعيديات ونفرح عجيته. أما هلأ بعد ما أنه كبرنا وصرنا أمهات، فسبحان الله مجرد ما أنه هيك يقرب العيد فعم نحس رح يقع علينا ضغط كبير وشغل ومسؤوليات كبيرة. فسبحان الله يعني الشي اللي مروا فيه أهالينا هلأ عم يمر علينا، واللي مرينا فيه عم يمر على أولادنا، فسبحان الدايم على الأيام هاي. طبعا هي فتكن بشغلة إنه سابقا كانوا أمهاتنا يعملوا حلويات العيد في البيت، المعجنات، فيا حرام يعني كانوا قبل تقريبا ب15 يوم من العيد هو تعزيل وحلويات العيد ونزلات الأسواق. فكان العيد جيته متعبة بشكل يعني كنا هذا الشيء نحن عايشينه، ولكن المسؤوليات مي على عاتقنا مثل ما بقولوا. فنشوف انه ضغط الشغل اللي مثلا وقعان انه على امهاتنا. حاليا نحن ستات البيوت ما شاء الله علينا يعني عم نقوم نعزل
والاستواء وهيك، ومنحس حالنا يعني انه كتير تعبنا وما عاد في طاقة، لانه مثلا مثل ما بقولوا ما عاد في عنا طاقة او نشاط، لانه مثلا يكون علينا ضغط اكبر من هيك. فعن جد انا بستغرب ما شاء الله شلون كانوا قبل، انه هالاشياء هاي كلها انه قدرانين يعملوها، او كلها شلون هيك كانوا قايمين باكمل وجه. فسبحان الله فعلا الوقت بيتغير وعم نتغير كلياتنا. آه، طبيعة جسمنا عم نتغير الأجيال كلها كل ما عم تتغير. فعلى دور أولادنا الله أعلم، بيعودوا هن بيعزلوا بإيديهم، لا بيجيبوا حدا يساعدهم، الله أعلم. طبعا ما عم نجمع لحديت الآن في ستات وبيوت ما شاء الله بيشتغلوا حلويات العيد وإلهم مرا أو بيكون وقتهم بيساعدهم. إيه فمو الكل يعني. طبعا أنا عم بحكي هلأ، كنت عم بحكي على فئة ما، وبصراحة يمكن الفئة الأكبر إنه ما عادوا يشتغلوا حلويات العيد في البيت وهيك. فسبحان الله يعني الوقت مثل ما حكيت انه كل ما له انه عم يجي يختلف، يعني الاجيال كل ما لا عم تختلف ولكن ما عم تنتهي. يعني هذا عم يضل فئة معينة محافظة، او بتضل هاي الفئة يعني مثل ما بقولوا ممكن تصير الاقل يعني. هون وانا بعزل الغرفة الاقي سمعت صوت المطر، حملت حالي وقلت يلا يا بنت تطلعي. انا بصراحة من الاشخاص اللي بحب ليف وكت مي كتير يعني بالنسبة للشبابيك، فبمسحهم أنا. بس بالأحوال العادية بحس إنه إذا ليفتهم وغسلتهم بالمي هيك بحس إنه هيك بيبلوا قلبي أكتر. إيه فلقيت هيك صارت تنزل المطر وقلت يلا يا بنت اتركي من إيدك وطلعت لبرا. ليفت شبابيك البلكون وغرفة النوم وغسلتهم غسيل مين ما يعدي من الأتراك يطلعوا. وبصراحة وأنا عم بغسلهم يعني كنت متحسبة، بس ولكن يعني اللي كان شوية كأنه مشجعني إنه عم تنزل مطر، يعني إنه كان كبيت أنا مي أو كان نزلت مطر فأنا ما عم بأذي حدا. بس ولكن نظرتهم إنه ليش عم بتكب مي هي، أو ليش هيك إنه عم تغسلن غسيل. هيك خلصت البلكون، سبحان الله من 5 دقايق كانت المطر كابسة. والله رجعت طلع الشمس، رجعت العالم على جنينة. بعد ما خلصت البلكون فت لجوا لكفي شغل بالغرفة. هون طبعا كان بقيان عندي شغل بسيط، وكانت بنتي اجت من المدرسة فحكيت لها يلا ماما حطي ايدك معي، لاني حرفيا يعني كنت انا وصلت انه تعبت كتير. وكان في عندي طبخة كمان فساعدتني، والله الله هيك يعطيها العافية. بنتي مو كبيرة عمرها 12 سنة بس، ولكن يعني بتشيل الحمل بعض الأحيان شغلات يعني بتخفف شغل مثل العادي.
هون كان بقيان قلبي الخزانة، فضيتها ومسحتها ورتبت أغراضها. وإذا كنتوا وصلتوا لهون صبايا بتمنى ما تنسوني من لايك وكومنت حلو من دياتكم، وإذا بتحبوا الفيديوهات شاركون مع رفقاتكم. عندي هاي السحابة اللي أكتر استخداما، فحرفيا فيها عجقة وكانت متوسخة شوي، فيعني كتير كنت هيك متحمسة على تنظيفها لأني إلي وقت يعني ماني منظفتها وماني مرتبتها. فبحكم إنه أنا وبنتي وهيك، فسبحان الله دائما الغرض اللي فيه شراكة دائما إنه بيكون فيه عجقته وبيتوسخ بسرعة. فيعني كان عندي حماس لأنه نظف هاي السحابة وأرتبها.
وهون وأخيرا وليس آخرا الحمد لله انتهيت، وضل عندي بس مد التخت، وبعد منها رح انتقل للمطبخ لأني عندي طبخة وكان الوقت كتير متأخر. ومثل ما قلت لكم خلصت وركضت ركض على المطبخ. كان في عندي قبل بيوم زوجي جايب لي شوكي، نحن بنقول له ما بعرف انتو بغير البلدان ايش بتحكوا له ما بعرف. فكنت حاطه في البراد، وبعد ما انتهيت تعزيل بسرعة ركضت على المطبخ وطلعته وبلشت فيه. أول ما بدأت قلت رح أقلي اللحمة لبين ما أفرمه، تكون اللحمة استوت بعود مباشرة بنزله فوق اللحمة مشان أكسب وقت يعني. طبعا بالنسبة للشوكي هون بتركيا هيك بيجوا مقشرات وحيطيلهم مي يعني. طبعا غالبا بيحطون بمي وملح الليمون، فنحن وقت اللي بدنا نجيب مباشرة بنقول له انه قشرهم وحط لهم مي بس، ولكن ما تضيف لهم ملح الليمون لاني عم بتضل الطعمة معلقة فيهم. ايه فغالبا هيك نحن هون بيجوا. سابقا بسوريا كنا نجيبهم نحن ونقشرهم ولهم لوشة يعني إلهم شغل كتير. هون كنت ناقعة 3 كاسات رز. طبعا نحن بناكل جنب منا رز. فصبايا رح اترككن هون تكفوا الفيديو لحالكن، وبكون انتهى فيديو اليوم، وان شاء الله بشوفكن فيديوهات قادمة. وبتمنى ما تنسوني من لايك والاشتراك وتعليق حلو، وان شاء الله بشوفكن فيديوهات ان شاء الله حلوة وقادمة بإذن الله. بأمان الله.